لجين عمران 26 أكتوبر عام 1977 إعلامية سعودية عملت كمقدمة برامج في عدة محطات، وقد زاد صيتها منذ تقديمها لبرنامج صباح الخير يا عرب. وهي أخت الفنانة أسيل عمران، ولدت في مدينة الجبيل شرق السعودية. تزوجت بسن صغيرة من والد أبنائها سمير وجلان، ولكنها انفصلت بعد إنجابهم. وفي مقابلة خاصة قالت عن زواجها المبكر ردا على الأسئلة التالية: هل تعودين على الشاشة ما حرمك إياه زواجك المبكر؟ تزوجت باكرا في عمر 16، هذا صحيح. يقول والدي بأنه ظلمني حين وافق على هذا الزواج. هل وافق والدك أم أنت كنت من وافقت حينها؟ تضحك. سألني طبعا، وأنا كنت أفكر بالدبلة والكوشة والطرحة البيضاء وكأن الزواج لعبة، لكني بعد الطلاق اكتشفت أنني لم أعش مراهقتي، وحين أستعيد شريط حياتي اليوم أجد أنني دخلت مدرسة الحياة مباكرا وتعلمت منها الكثير، وأنا لست نادمة على أي مرحلة في حياتي لأنها نتيجة لما وصلت إليه. بدأت لجين مشوارها المهني عام 1999 بالعمل في المجال المصرفي في الرياض كمنسقة عمليات في قسم الحوالات في البنك السعودي الهولندي، ثم انتقلت عام 2012 إلى البحرين لمواصلة العمل المصرفي في سيتي بنك في قسم الفيزا لتحصيل الديون، ثم انتقلت للمجال الإعلامي من خلال العمل كمذيعة تلفزيون البحرين. عملت في تلفزيون البحرين حيث قدمت بعام 2004 برنامج الحال مع لجين. بعد ذلك شاركت في تقديم برنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية، ثم انتقلت لتقدم برنامج صباح الخير يا عرب، واختيرت من قبل دار الصدى الإماراتية كأكثر شخصية مؤثرة في الشباب لعام 2009، وكأفضل مذيعة لعام 2009 في مجلة زهرة الخليج. وإليكم صور منزل لجين عمران الفاخر، وسوف يتبين لكم فيه تناسق الألوان الجميل. أسيل عمران 12 نوفمبر عام 1989، مغنية وممثلة سعودية ولدت في العاصمة الرياض، على الرغم من أن أصولها تعود إلى المنطقة الشرقية، وذلك بسبب عمل والدها حيث كان يعمل عسكريا. وهي الأخت الصغرى للإعلامية لجين عمران. شاركت في برنامج نجوم الخليج في عام 2005، عرض في قناة نجوم ولكن لم تصل إلى النهائيات، وبعدها شاركت في برنامج نجم الخليج. حياتها الأسرية: تزوجت في 8 أغسطس عام 2008 من المذيع البحريني خالد الشاعر، الذي قام بالمشاركة معها في برنامج الواقع هي وهو على قناة MBC 1، ولكنهما انفصلا بعام 2012 بعد عدة خلافات، لأن بعد فترة من طلاقهما في عام 2014 ما يقارب ب3 سنين رجعت أسيل إلى طليقها خالد الشاعر، وعادت وانفصلت عنه مع بداية عام 2016. وإليكم حديث دار مع أسيل في عقب عودتهما الأخيرة قبل انفصالهما. ما الذي أدى إلى عودتكما مجددا؟ قد نتخذ قرارا رائعا بالتوقيت الخاطئ أحيانا، والعكس صحيح. انفصالنا كان مؤلما، ولكن توقيته كان صحيحا. كنا بحاجة إلى الابتعاد، ولا يمكن أحدا أن يتخيل مدى الضغط المهني الذي اختبرناه في المرحلة الماضية. كان طموحي في واد وطموح خالد في واد آخر. كنا نحتاج إلى أن يركز كل منا على حياته، وحين شعرنا بأن كل منا استقر ووضع قدمه على أول درجة في السلم عدنا. بأي عمر تزوجت خالد؟ كنت قاصرة أمزح بالتأكيد. تزوجت عام 2008 وكان عمري 18 عاما، ولذلك لا أشجع أي فتاة على أن تتزوج في سن صغيرة، ولن أسمح لابنتي بذلك في يوم من الأيام. وإن رزقت بمولود ذكر، الأمر نفسه أن كانت الفتاة تنضج بشكل أسرع، لا أحبذ الارتباط المبكر لأن تفكير الإنسان يتغير وقناعته كذلك. حين قررتما الانفصال أي طموح كان في خيالك؟ أنا أعشق المجال الذي دخلت إلى جانب الغناء، أعشق التمثيل، وهو من أصعب المجالات لأنه يحتاج إلى وقت طويل، وقد يتطلب 2 شهرين من التصوير قبل أن أختفي طوال العام، وهو مجال متعب نفسيا. كنت أطمح إلى تكوين اسمي في الدراما أولا، وأضمن حضوري الدرامي سنويا، وهذا ما حصل. هل أثبتت علاقتك بخالد أنها غير قابلة للكسر؟ أنا ضد مقولة غير قابلة للكسر في الحياة، ولدي قناعة بأن كل شيء معرض للكسر، والمسألة تكمن في كيفية المحافظة عليه لئلا يكسر. لا يمكن أن أقول بأن علاقتي بخالد غير قابلة للكسر، وإن راهن على ذلك. إلى أي مدى يحضر خالد في اختياراتك الفنية اليوم؟ لا يقحم خالد نفسه في فني، بل يبدي رأيه حين أقرأ دوري. نتناقش معا في تفاصيله، يدرك جيدا أننا مختلفان مهنيا، ولكل منا تخصصه على الشاشة. حضر خالد على الشاشة خلال انفصالكم من خلال برنامج شكلك مش غريب، هل كنت تشاهدينه؟ نعم بالتأكيد وعن كسب. أحببت شخصيته كثيرا في هذا البرنامج، خصوصا أنه كشف للمشاهد ملامح جيدة. كنا منفصلين لكن على تواصل. بعبارة واحدة، كيف توجز أسيل سبب انفصالها عن خالد؟ باختصار هي أمور لن يفهمها غيري وغيره مهما شرحتها. قد لا يجد البعض سبب انفصالنا مقنعا.
إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والتعليق، ولكي يصلك كل جديد اشترك الآن